السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتي معاكم اليوم رحلة الإسراء والمعراج، وهي معجزة إلهية حدثت ليلا، حيث صار النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى. يعني رحلة جميلة، رحلة طبطب فيها على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. رحلة مليانة بمواقف، رحلة مليانة بدروس، مليانة بعبر، رحلة مليانة بمعجزات، معجزات إلهية، معجزات تصديقا وتأييدا لنبوءة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رحلة بدأت بتخفيف بعد عام حزنه على زوجته وحبيبته، وأول من صدقت به وهي ستنا خديجة رضي الله عنها، وعن عمه أبو طالب. يعني كان عام حزن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا عدم تصديق الناس له، وكانوا بيأذوه. يعني كان فعلا عام حزن له، فربنا حب يقول له أنا جنبك، أنا مش هسيبك، أنا هخفف عنك وعن أمتك وهخليهم يصدقوك. طبعا الناس اللي صدقت به الأول كانت مش محتاجة ان هو يوصف لهم ولا يقول لهم، وهم كده كده كانوا واقفين جنبه. انما رب حب يعلمه للأمة منذ فجر التاريخ حتى الآن، يعلمنا احنا ان بعد العسر يسر، ان بعد الضيق فرج، وربنا يفرجها على الجميع. وربنا حب يطبطب عليه ويقول له انا جنبك وهقول لك. رحلة الإسراء والمعراج رحلة من الأرض للسماء، من المسجد الأقصى، من المسجد النبوي إلى المسجد الأقصى. رحلة جميلة، رحلة كلها عبر وموعظة، رحلة فيها تثبيت وتأييد للنبي عليه الصلاة والسلام. رحلة فيها بتقول إن صلاتنا الخمسة المفروضين علينا فرضت في السماء وليس في الأرض. رحلة إلهية، رحلة ربانية، رحلة تخفيف وطبطبة على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. بدأت الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث صلى الرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بجميع الأنبياء في مسجد الأقصى أول القبلتين. ومن بعدها الرحلة إلى السماوات العلى. عندما صعد للسماء الأولى لقى سيدنا آدم وروح الشهداء الجميلة اللي أمنوا بيه. وعندما صعد للسماء الثانية رأى سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام. وعندما صعد للسماء الثالثة وجد سيدنا يوسف عليه السلام. والرابعة عندما لقى إدريس عليهما السلام. وعندما صعد للخامسة لقى سيدنا هارون عليهما الصلاة والسلام. وفي السماء السادسة وجد سيدنا موسى عليه السلام الذي بكى خوفا على أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وطلب منه أن يرجع لربه ويخفف على أمته الصلوات، لأنها كانت 50 صلاة في يوم وليلة، لغاية ما بقت خمسة في العمل ولكن 50 في الأجر، والله يضاعف لمن يشاء. وفي السماء السابعة وجد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووجد جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية وهو بالأجنحة عند سدرة المنتهى. وعندما رأى سدرة المنتهى شجرة عظيمة عند آخر أو منتهى السماوات العلى والبيت المعمور في السماء، ويطوف بها أكثر من 70,000 ملك. ورأى الجنة والنار، ورأى نهر الكوثر والرحيق المختوم، ورأى ملك خزانة النار وهو يقول يعذبون بأعمالهم أكل أموال اليتامى والرياء والغيبة والنميمة وأكل السحت، اللهم عافينا. واختيار بين اللبن والخمر، وبالفطرة اختار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أحسن ملينة وأحسن مختار، وهو كان اللبن بدل الخمر، وعشان تعيش أمته إلى يوم الدين بأن الخمر محرم. وإن اختار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أخطر مالينا اللبن.
وأهم الدروس المستفادة هو تخفيف عن نبينا عليه الصلاة والسلام وتعزيز مكانته وفرض الصلاة، وكمان باختصار إنها رحلة الإسراء والمعراج كانت محطة فاصلة لتعزيز الإيمان ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء، وفرض الصلاة لينا وتخفيفهم لينا، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بجميع الأنبياء، ويتعلم إن المسجد الأقصى هو كان أول قبلة لينا، وإن صلى رسولنا الكريم بجميع الأنبياء فيها، واختار أحسن ما لينا وهو كان اختيار اللبن. طبعا الأول كان إن اختار إن الصلاة تكون 5 بدل 50، واختيار اللبن لينا بدل الخمر. وكمان اتعلمنا إن بعد الضيق فرج، وإن بعد العسر يسر، وإن ربنا مهما كان للعبد أو مهما كان حزنه، إن ربنا هيخفف على الجميع، وإن ربنا بيخفف لأنبيائه مش هيخفف لعباده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.